ما بعرف شو عندك جواب. انا قلبي ما عم بيقول لي شو قلتي لي لاقولن. انا قلبي ما عم بيقول لي شو في اسرار بيناتنا لاقولن، لانه انا مش اي حدا يا شيرين. مش اي حدا، بمعنى انا مش حدا بيطلع على المحطات وبيطعن فيكي زي ما عمل حسام وانت بالمستشفى. اقل شيء قال إن هي يعني انه هو ابن عيلة وانت بنت المزابل. كيف بتقبلي على كرامتك وكرامة اهلك؟ هيدا خيك من لحمك ودمك. حتى لو كان غلطان، انا مع اني برأيي مش غلطان، كان لازم يمسكك على راسك ويكبك بمستشفى، بس فرضا انه غلط، بترفعي دعوة عليه؟ بتقولي سحلك؟ بتقولي ضربك؟ بتقولي مطوة؟ بدك تحطي خيك بالسجن وامك بالمستشفى؟ امك؟ طب اللي بتنكر خيها وبتنكر امها وبتسيء لخيها وبتسيء لامها، طب مين بعد بيوثق فيها؟ حتى انا كيف بدي اوثق فيكي؟ حتى اصحابك يا شيرين، حتى الناس اللي بتحبك. انت فوتي شوفي الفانز شو عم بيقولوا لك، ملايين متفقين على نفس الكلمه. ما بعرف شو بقول لك اعملي زفي واعلني زواجك انت وحسام، ولا بقول لك اعملي ريسايكلينج لعقلك، تدوير، اعاده تدوير لعقلك، اعاده نظر لكل اللي انت فيه. كبي مشاعرك. انت بتعرفي عن اي مشاعر عم بحكي؟ انا بعرف انك ما بتحبيه، وانا بعرف انك لما تزوجتيه ما بتحبيه. انت تزوجتيه من بعد نكسة عاطفية عشتيها، واجا هو وشك بالمحل الصح، لانه كان عم بيلحقك من 2008 بده اياكي، كان ميت عليك من 2008 وعم يتمسك فيك حسام لانك بالنسبة له كل شيء، مش لانه بحبك. حسام نرجسي، ما بحبك، يحب نفسه. لو خسرك خسر كل شيء على وجه الارض، خسر المال والدلال والناس والمكانة وكل شيء. يا بدك تكوني لعائلتك ولبناتك ولجمهورك اللي لحد هلا مستعد يسامحك اذا اعتذرتي منه ورجعتي، او بدك تروحي لعند حسام ويقدم لك السم. السم بقصد فيه مش بس هيدا اللي بنعرفه، رح يرجع يسممك ويقعدك على الكنبة. إذا أنت راضية تقعدي على الكنبة، نحن بلبنان بنقول يا غبنك. رح أقلك العذرة تحميكي وربنا